السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء من مساحة المسجد النبوي الشريف. هنقل لكم أحداث الإفطار النهاردة الاثنين، ودي من الساحة الغربية، الساحة الغربية من يم باب السلام. بنقل لكم دلوقتي خلفي الساحة من بره، ودول مجموعة من المتطوعين اللي بيفرقوا ما شاء الله جزاهم الله خير. المتطوعين اهون يوزعوا الوجبات الافطار على الصائمين، جزاهم الله خير. وما شاء الله كل حاجة مرتبة، يعني جزاهم الله خير. المملكة العربية السعودية كل حاجة مرتبة والله. تقعد في مكانك والاكل بيجي لحد عندك، الخير بيجي من هناك كده. ده باب سلام، تداخل على الرسول صلى الله عليه وسلم الزياره، وده الصائمين هم قاعدين في سكينه وهدوء. دول الجماعه المتطوعين هم بيفرقوا الوجبات على الصائمين ما شاء الله. هم الوجبات مغلفة، وجبات جميلة جدا فيها مية وتمر. أيام هذا شكل الصائمين هم. الواحد يفتح الوجبات بتاعته، كل حاجة مرتبة، ده جميل جدا. ربنا يكتبها لجميع متابعين المقطع ده أو البث ده، إن هم ربنا يكتب لهم الزيارة إن شاء الله، لأن في ناس بتوصيني بالدعاء. اي حد يوصيني الدعاء ربنا يكتبها له ان شاء الله، وتكونوا معتبرين عن قريب، وتكونوا من زوار مدينه المصطفى صلى الله عليه وسلم والحرم النبوي الشريف. ودقايق ان شاء الله ويأذن المغرب. زي ما انتم شايفين الساحه معموله كده، يعني بلوكات، كل بلوك بيكون متطوع بيفرق الوجبات. والصائمين دلوقتي بيستعدوا لأذان المغرب والإفطار، وقاعدين في خشوع وسكينة، بيدعو ربنا سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم إن شاء الله. من كل الجنسيات موجودين. بعد الافطار بتلاقي الساحه زي خلية النحل، تلاقيها يعني اتنظفت في ثواني وجاهزه لاستقبال صلاه المغرب وصلاه التراويح. ربنا يكتبها لكم جميعا ان شاء الله يا جماعه، قولوا ما شاء الله. ربنا يكتبها لكم جميعا ان شاء الله. بحاول ان انا انقل لكم الأجواء الروحانية والحاجات الجميلة عشان تدعوا وتتذكرونا بالخير. إن أنا بحاول أنقل لكم الحاجات الكويسة، وأنقل لكم الأماكن المباركة عشان تبقى ذكرى لكم إن أنتوا تتابعوا الشيخ الجيلاني اللي بيقول لكم حاجات كويسة إن شاء الله، بحيث لما يعالم جايزة رمضان الجاي ما نبقاش موجودين ولا حاجة في الدنيا، فتتذكرونا بالحاجات اللي إحنا بننقلها لكم دي. بحاول ان انا انقل لكم الاجواء الروحانيه دي. ما انا بدعي لهم والله يا حاج، وده احد الحجاج او المعتمرين المصريين اهون. احنا احياء ولا ميتين؟ وربنا بدعي لهم وربنا يكتبها لهم. انا بدعي لهم والله ان ربنا يكتبها لهم ان شاء الله، يكرمهم ويكتبها لهم حج وعمره باذن الله. ونحاول نفرح الناس جميع المسلمين في الاجواء الحلوه دي. ما شاء الله ما شاء الله شباب زي الوضع. ربنا يكتبها لكم جميعا. وده حاج برضه هو ما شاء الله. كل سنه طيب يا حاج، بالصحه والسلامه، ربنا يتقبل. وده من جنسيات تانية هم ما شاء الله قاعدين بيجهزوا للافطار. مفيش فرق يا جماعه، تحس كده كلنا واحد هنا، كله قاعد، غني وفقير، عامل، كله قاعد منتظر سفره الله أكبر الله
النظام على اعلى مستوى. خالص شكرنا للمملكه العربيه السعوديه وقادتها على المجهود والله اللي بيبذلوه في خدمه ضيوف الرسول صلى الله عليه وسلم وضيوف الرحمن بصفه عامه. وفي ناس طبعا بتوزع قهوه زي ما انتم شايفين هناك اهون، بس انا عاوز اجيب الراجل بتاع القهوه ده عشان اشرب قهوه انا كمان، انا من محبي القهوه العربيه. تمام، فنشوف حد يدينا القهوه العربيه. هذا بيوزعوا القهوه زي ما قلت لكم في تنافس، يعني العادات هنا اهل المدينه المنوره عادات يعني زي ما بيقولوا يتوارثها الابناء عن الاباء والاحفاد عن الاجداد، عادات يتوارثها الجميع في خدمه ضيوف طيبه الطيبه المدينه المنوره. الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا نستمع لاذان المغرب من ساحه المسجد النبوي الشريف. أشهد أن لا إله إلا الله. ما شاء الله، ترى بتصور. الطيارة من فوق هي بتصور حرم النبي. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على وانتم طيبين جميعا، وانا عملت لكم الافطار والاذان من ساحه المسجد النبوي الشريف. كل سنه وانتم طيبين. واستاذ حسام بالخير معايا هون على البث.
وانا حبيت انقل لكم الاجواء الجميله جدا، وربنا يكتبها لكم جميعا، وكل سنه وانتم طيبين. وبس جديد وحكايه جديده من حكاوي الكيلاني، واشوفكم على خير، وربنا يكتبها لكم جميعا ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين.